صفر القتالية هتلاقيها موجودة. الربع ساعة الأخير هيكون مثير ومثير للغاية. المهدي عازم والمدرب هيكلم نفسه طبعا السيد عزيز العمري. عالية مرة تانية أمامية، إنما ماتش من أحلى المباريات الحقيقة. لقاء من أحلى المباريات اللي اتلعبت، والشوط دوت يمكن يكون من أفضل الأشواط كإثارة ومتعة وندية. لاعب آخر من النصر الليبي واقع على أرضية الملعب. شوفين اللي واقع دلوقتي، انما اللاعب المهدي عازم اللي كان في الصوره رقم 8، وادي واحد من لاعبي النصر الليبي بيشتكي من العضله الاماميه. وهنا الفكر التدريبي كيفيه التعامل مع اللقاء. انطلاقه مره ثانيه في منتهى الخطوره، يعدي كره الثاني تجلي قلشت خطيره جدا. الجول الثاني ليبي، الثاني بدون اوفسايد، احمد عبد القادر يا زين يحط الكرة هدف ثاني في مرمى الجيش الملكي. سبحان مغير الاحوال، سبحان معدل الارقام، سبحان مغير النتيجة. النصر الليبي يعدل بهدف ثاني يصعب به المأمورية امام الجيش الملكي، ولكن لسه الامل موجود من اجل التواجد في ركلات الجزاء الترجيحية. لازم ولا بد الجيش يسجل هدف. 2-0 النصر الليبي. مباراة حلوة جدا. الشوط الثاني اتغير في اللقاء، وقلت لحضراتكم ان 0-0 في الاوف تايم الاول تخلينا نستمتع متعة ما بعدها متعة. النصر بهذا الجمهور الكبير والعظيم اللي حضر معاه في ملعب تشافيز، الملعب اللي يعتبر ملعب من ملاعب النار والانتصار هنا في احداث الكرة الليبية بالنسبة للنصر الليبي. هيدي انذار اللاعب اللي كان بره، اللي دخلك ده طرد هنا للاعب رقم 4، طرد للاعب رقم 4 جراري. هنشوف مين يونس. ادي اللاعب احمد عبد القادر، والله احمد عبد القادر طرد. لاعب اللي سجل هدف يطرد، والفريق المغربي يعترض وهيديله انذار. فعلا مش دورك ده، في راجل في الملعب يا راجل، مش دورك ده خالص يا عبد الهادي زيدان. ادي احمد عبد القادر يطرد، وحسن بوبسكار ينزل. انيس زغب رقم 9، يعني انيس زغب لاعب رقم 9. حلول كثيره، وادي حاله طرد. فريق النصر الليبي 2 ونادي الجيش الملكي 0. نتيجه لقاء الذهاب هي نتيجه يعني 2-1 للجيش. ادي الكوره كنترول حلو قوي، الكنترول راح بره وخرج الراجل، وكمان رقصوا ترقيصه حلوه، والمدافع راح في خبر كان وحطها ما بين رجلين الحارس حمزه حمودي، حطها له كوبري، حطها له جميله. ادي الانطلاقه الحلوه عن طريق اللاعب احمد عبد القادر، لاعب رقم 24 المهاجم مع نادي النصر. وخلي بالك قلشت وخدمته خدمه العمر. هات الكوره بقى، شكل كده الجمهور بيزعق في حاجه، انما الضغط لسه ما زال مستمر ومتوالي ومتتالي من النصر الليبي. اخر 13 دقيقه على نهايه اللقاء، اخر 13 دقيقه على نهايه المباراه. لا زال النصر الليبي 2 والجيش الملكي 0. لعب الكرة على طول في الشمال، محاولة كرة عرضية على السد خطيرة. الكرة تاني تسديدة ولكن إلى ركلة ركنية، شكلها ركنية، إنما ادى ضربة مرمى الراجل النصر الليبي. ادي محاولة تسديدة، شوف الكرة لما قلشت منه خدمته، إنما هو لعيب عامل فولو ومتابعة جميلة. دي ميزة الفولو وميزة عدم اليأس، ميزة الفولو وميزة عدم اليأس وميزة المهاجم أحمد عبد القادر. بينما أنس الزغب طرد من اللقاء، والفريق الملكي نادي الجيش الملكي وهينزل هنا، هيخرج مراد فلاح وهيدفع باللاعب رقم 26 أحمد خليل. هينزل وخرج المدافع الأيمن مراد فلاح. أحمد خليل بديل وورقة جديدة مع نادي الجيش الملكي. خلاص كل الأوراق مطلوبة هجوميا، كل الدوافع الليبية من أجل الحفاظ على النتيجة والوصول لنهائي شمال إفريقيا، نهائي شمال إفريقيا لأندية أبطال الكأس. ما زال الحلم يراود الجيش الملكي وعنده فرصة لسه موالية.
بعد خروج مراد فلاح المدافع وكابتن الفرقه. تروح الكره تاني على طول الى امين الكاس، ومعاه حكم اللقاء يدي خطا السيد يسري سعد الله. يسري سعد الله المدرب عزيز العمري. عزيز العمري بيتكلم مع لعيبته. لعب على طول اماميه. الاستلام المغربي في عرقله. ممتاز حكم اللقاء. لابد دلوقتي سعد يعني يسري سعد الله يلجم اللقاء ويشتغل بالكروت، ويكون شخصيته اقوى فتره محتاج فيها الماتش قوه شخصيه من الحكم دلوقتي. شكل الماتش ده برضه في الشوط الثاني مش اقل من 4-5 دقائق. لو ادى اقل من كده يبقى تعالوا قابلوني، لان اكيد هيكون في احتكاكات واحتكاكات قويه في ال10 دقائق الاخيره. الخبره في الكره الشمال افريقيه ما شاء الله الحمد لله عندنا موجوده، والمتابعه في اللقاءات والدربيات الكلاسيكيه والدربيات الافريقيه والشمال افريقيه حاضره في الاذهان. وحاضر معانا دلوقتي هدفين في منتهى الجمال لصالح النصر الليبي. على طول الفيتوري، صلاح الفيتوري كرته اماميه وضغط دلوقتي، ضغط ليبي او ضغط دلوقتي مغربي، والضغط الليبي يتم عن طريق الدفاع ورمي التماس. 2-1. لو الجيش سجل هدف يلعب ركلات الجزاء مع الفريق الليبي. لو انتهت النتيجة كده نبارك للنصر الاخضر الليبي ونقول له مبروك ليك الوصول لطرف الفاينل. هنشوف ادي المحاولة تاني ثم ركلة ركنية ثالثة. ضغط للجيش الملكي دلوقتي، ضغط واحتكاكات بدون كرة، والحكم يسري سعد الله قال لك المشوار لسه هروح له عند ركنيه، لما يجي هنا ال 18 ابقى حاسبه. تتلعب على طول تاني عرضيه، يطلع الدفاع تاني مره اخرى، يطلع الدفاع مره تانيه، تتسلم الكره تاني لصالح الجيش. الجيش مش هيسكت، والفريق النصر هتبقى هجماته المرتده خطيره، هتبقى بمثابه انفراد. يضغط 2-4. المهاره الليبيه يا ولد، لعيب عدى والحكم ممتاز قريب جدا. يسري سعد الله. يسري سعد الله جاي من بلد بتاعت كوره، ده جاي من تونس الخضراء، معقل وحب كرة القدم.